من الأمور الغريبة اللي عايشينها الآن ظهر تحدي كبير اللي هو التحدي الإعلامي، التحدي الثقافي، الغزو الثقافي، قلها كما حبيت. هذا الغزو الذي جاء بقيم جديدة، بثقافة دخيلة غريبة عن ديننا، عن ثقافتنا، عن حضارتنا، دمرت العقول ودمرت القيم وأتت على أركان مبادئنا، فاهتزت أسرنا، وتبعا لذلك اهتز مجتمعنا لأنه أصيب في كيانه المادي وفي كيانه المعنوي. وش معنى هذا الكلام؟ معنى الثقافة الجديدة اللي جاية عن طريق الانترنت. ابني ولا ريح، انت تبني، ممكن طفل يدير هكذا لا كونيكسيون في الوقت اللي انت تهضر معاه هو راه مبروشي، راه يتلقى ثقافة غريبة. هذه الثقافة تدمر ما تبنيه أنت وما يبنيه الوالدان أو الأجداد أو الجدات في اللحظة نفسها. في الوقت اللي انت تهضر تقول يا وليدي مليح هكذا مليح هكذا مليح هكذا، انت تقول باللي راه يسمع فيك وراه هو حسرة، مانيش نعمم، ولكن هذا الأمر صار ظاهرة لا ينكرها أحد، وكلنا في خطر. ولا واحد منا يقول أنا لا بأس. شكون يقدر يقول لا بأس؟ والله ولا واحد يقدر يقول أنا لا بأس. كلنا في خطر، إنما نطلب ربي باش يسترنا برك، وفي نفس الوقت لازم نكون في حالة من اليقظة.